ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ قطايف. معايا نص كيلو دقيق ومعلقتين نشا وقطعه خميره. ما عندكيش خميره كبيره حطي خميره فوريه، معلقه كده يعني. لو انتي في الحر حطي نص معلقه، في الساقعه حطي معلقه، ورشه ملح وميه بقى حسب ايه. هوريكم سمك العجينه يعني. هحط بس رشه ملح، رشه بسيطه كده بس بتظهر يعني الطعم. يعني هي مش كتير يعني ان هي تبقى حادقه، لا يعني تظهر بس الطعم معانا يعني. وهننزل بقى بمعلقتين النشا، بقلب بقى كده النشا مع الملح مع الدقيق كويس كده. هنزل بقى بالخميره دي كده هنا، هنزل بقى عليها بشويه ميه عشان ايه ادوب بس الخميره دي في الميه. هي لو فوريه هحطها على الدقيق على طول، انا بس عشان هي عجينه سايله مش عجينه يعني هتبقى عجينه سايله مش عجينه تقيله، فعشان ما تغلبنيش الخميره فايه هدوبها كده كويس في حبه الميه دول كده، عشان لو حطيتها هنا على الدقيق على طول فهتدوخني ان هي تدوب يعني. اهو بصوا، هفكها كده، هفكها وارجع لكم. اهو بصوا يا حبايبي، دوبت بقى الخميره اهو في الميه، هنزل بيها بقى على الدقيق، او لو في حاجه برضو مكلكعه كده دوبها. هنزل بقى بالميه وبالشوكه كده او بمضرب عادي زي ما انت عايزه بقى. هحط ميه واجيب ميه تاني، ميه عاديه من الحنفيه. هضرب بقى الدقيق مع الخميره مع الميه كويس كده. اهو بصوا، هتعوز ميه تاني خلي بالكوا، بس انا بفك يعني الدقيق من بعض. سهله وهتعجبكم ان شاء الله. انا عامله نص كيلو دقيق يا جماعه، انتوا عايزين تعملوا، عايزه تعملي ربع كيلو عادي. هتحطي برضو ايه يعني مثلا، يعني قللي الكميه، مثلا لو كوبايه دقيق، لو انت عايزه تعملي كوبايه دقيق يعني ربع كيلو هيبقى كوبايه ونص دقيق مثلا. فهتمسكي بقى تحطي نص معلقه خميره وبرضو رشه ملح بسيطه كده ومعلقه نشا لو ربع كيلو يعني. النشا ما بيخليهاش تشرب زيت بتبقى مقرمشه يعني متبقاش طريه. بصوا العجينه فكت اهي، بس انا هظبطها طبعا، هظبطها كده ايه كويس وارجع لكم. اهو يا بصوا يا حبايبي، انا زودت لها حبه ميه كمان، ظبطت العجينه. بصوا اهو السمك كده، خلي بالكم هي لو لما تخمر هتتقل برضو شويه، فهوريها لكم برضو. على فكره هي انا عملتها اهي، لو طلعت مني تقيله يعني انا مثلا عجنتها اهو وخلاص وسبتها تخمر، لو طلعت مني تقيله ممكن اخفها بشويه ميه عادي، حتى لو خمرت مفيش مشكله بالنسبه لي. فبرضو هنشوف بقى بعد ما تخمر، هنشوف هتحتاج ميه تانية او لا، او هتبقى مظبوطه. هنعمل كل حاجه مع بعض يعني ان شاء الله. هسيبها بقى تخمر وارجع لكم. اهو يا حبيبي حطيت الشربات على النار، وهنا حطيت طاسه، بسم الله كده ونبدا. اهم حاجه ان يكون ايه حاجه ما بتلزقش يعني معاكي. بصوا يعني بلاش بتاعه الكريب دي، بس انا يعني هي موجوده عندي فانا هستخدمها. ليه؟ عشان هي عاليه من النص فما بتخليهاش مستويه يعني، فاحنا هنظبطها بقى على قد ما نقدر.
انما لو هي مظبوطه يعني طاسه عاديه بس ما بتلزق، دي فال، سيراميك، جرانيت، اي حاجه، فمش هتلزق ان شاء الله معاكي وهتبقى مدوره وحلو. انما احنا عشان دي بتاعت الكريب فعاليه من فوق ونازله، يعني زي عاليه من فوق ونازله بميل كده شويه عشان تظبط الكريبايه. بصوا، بس هي عشان سخنه. بصوا اهي، هوريكم كمان واحده واكمل بقى انا الباقي. بصوا يا حبايبي كمان واحده اهي معاكم. زي ما اتفقنا بقى ايه، انتوا هتعملوا في طاسه عاديه خالص، بس انا الصراحه ما هجيب واحده ان شاء الله، ف عشان كده دي مش هتنفع، عشان هي عشان عاليه فمش بتطلع مظبوطه 100% يعني. انما لو هي مظبوطه هتطلع مستويه وحلو. هسيبها بقى لما تستوي خالص واشيلها. بصوا هتلاقوها بقى ايه، بتبدا بقى ايه تطلع زفقات صغيره كده. بصوا اهي، وحاجه انت عاملاها بايديكي وزي الفل. يعني ربع كيلو دقيقه هيعمل لك كميه حلوه، هوريكم برضو الكميه في الاخر. اهي هشيلها بقى، يا بصوا كده استوت اهي. اهي بصوا لون بس انا عشان مش عارفه سخنه فمش مالكه الصراحه. اهي لونها من تحت، مش دهنها اي حاجه، خلي بالكم. هكمل بقى بقيه الكميه والشربات على النار اهو، وارجع لكم بقى بعد ما اخلص. بصوا حبايبي اهو، خلصنا بقى الكميه كلها اهي. بصوا جميله ازاي، تعجبكم ان شاء الله. اهي انا طبعا حاولت اطلعها مدوره على قد ما اقدر بالطاسه بتاعت الكريب دي، بس هي على فكره عايزه طاسه عاديه، بس انا ما عنديش الطاسه اللي ما بتلزقش دي. كان عندي واحده كان عندي واحده صغيره كده وبنتي بوظتها، ف لما هجيب واحده ان شاء الله هنعملها مع بعض تاني قبل رمضان باذن الله. بصوا وعملت حبه هنا حطيت معلقه كاكاو على حبه كده، بس سويتهم من ناحيتين، دول مش هحشيهم اي حاجه. هسيبها كده، هرش احط لهم عليها عسل ابيض او شربات من اللي انا عاملاه ده، هرش لهم عليها وهياكلوها كده من غير حشو، عشان بنتي صغيره ما بتحبش الحشو، فهي هتاكلها كده. بس هنحشي بقى جبنه قريش اهو. معايا جبنه قريش، ولو عوزت تاني هحط. ومعايا هنا زبيب وجوز الهند، هنحشي بقى بيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الحشو ده بقى زي ما انت عايزه تزودي، عايزه تقللي، زي ما انت عايزه. ونقفل كده اهو. بصوا هتعجبكم جدا والله ان شاء الله، وهقليها معاكم عشان تعرفوا ان هي هتبقى جميله ومش هتشرب زيت ولا اي حاجه باذن الله معاكم. بس انت تقفلي يعني على القفله بتاعتها اهي. اهي لو انت بقى عايزه مثلا، انا عامله نص كيلو، بص ما شاء الله عملت كميه حلوه ازاي. لو انتوا بقى عايزه مثلا انت تعمليها رمضان مثلا، ممكن تعمليها وتظبطي كل حاجه وتحشيها وكله في الفريزر، تحطي على قد ما انت محتاجه. يعني مثلا زي حسب انت ولادك ما بياكلوا ايه بقى، وتظبطيها. بصوا اهي، وتظبطي بقى الحشا وتشيلها في الفريزر محشيه جاهزه، ولا يجرى لها اي حاجه. اهي بصوا اهي. النص كيلو ده بيرمي كميه حلوه. بصوا عامله قد ايه بالكاكاو، وعامله عادي، خلي بالكم انا حطاها على بعضها حتى. بصوا هي، بصي من القعر مطبقه على التانية اهي. وبرضه هحشي معاكم واحده جبنه، بس الجبنه بقى مش هكتر جبنه. ليه بقى؟ عشان ما تطلعش الجبنه القريش ما تطلعش ميه فتقعد تطرطش لي في الزيت. هعمل كده اهو، حطيت قطعه كده. وايه، لو عندك زيتون عايزه تحطي حطي، عايزه تحشيها لهم برضو النوتيلا عادي، زي ما انت عايزه. ممكن برضو تعمليها ايه. طبعا هخلي بقى ايه الجبنه على جنب لوحدها. معلش بقى. بصوا في ناس بتعملها كده وبتقليها كده وهي مفتوحه كده. بعد ما تقليها كده ممكن بقى كريم شانتيه لو انت عايزه، بس هتاكليها في ساعتها طبعا. ممكن اللي هي الجبنه الكريمي دي تعمليها بسكر بودره وتحشيها. ممكن برضو ممكن برضو بالنوتيلا بعد ما تقليها وكله تحشيها. وعلى فكره في ناس بتاكلها كده عشان هي اصلا مستويه. بس انا هحشي بقى الباقي كله واوريكم بقى في الاخر.
اهو يا حبايبي بقى احنا خلصنا كل الكميه دي اللي بالزبيب وجوز الهند، واللي بالجبنه بقى طبعا في الاخر هنقليها. حطيت الزيت قدح اهو، النار عاليه اهي. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم في الزيت. مش هتشرب زيت ان شاء الله ولا حاجه، هتعجبكم باذن الله. اهو متقلقوش يعني، هتبقى زي الفل ان شاء الله. هي مش هتشرب زيت عشان النشا اللي احنا حاطيناه، خلي بالكم. النشا ما بيخليش الحاجات اللي بتتقلى دي تشرب زيت قوي يعني، تبقى حلوه ان شاء الله. طبعا انا هقلي بقى اللي هي بالزبيب ووسط الهند الاول. هقلي اللي بالزبيب ووسط الهند الاول، وبعد كده ايه هقلي بقى اللي بالجبنه. بجيب بس حاجه اطلع بيها. بصوا هتبقى جميله وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا ايه الشربات اهو. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا جميل. التقل ده احنا عايزينه تقيل كده اهو. هنزل بس عليه ايه بكيس فانيليا اهو. هنزل بس عليه بكيس فانيليا كده، مش لازم يكون على النار يعني على فكره اهو. انا حطيت عليه عصره ليمونه الشربات وبس كده اهو. يعني الفانيليا دي مش لازم تكون ايه على النار يعني، كده كده بنحطها اخر حاجه واحنا بنطفي بس. بسيبها بقى تتقلى شويه كده، ولما تحمر ارجع لكم اهو. يا حبايبي بص احمرت اهي، هطلع بقى واصفي كويس كده وانزل على الشربات. عايزه تفتحيها عن كده حاجه ترجع لك بقى. هنزل بقى ايه طاسه كمان اهو. اهو بصوا انتوا بقى لو عايزين تشيلوها في الفريزر زي ما هي محشيه كده هتشيلوها، يعني مش فاضيه، لا محشيه زي ما هي كده هتشيلوها في الفريزر محشيه. مش هينفع تتشال مفتوح عشان تيجي تحشيها مش هتعرفي، لازم تتشال محشيه كده في الفريزر. اي وقت بقى تكوني عايزه تاكلي قطايف مثلا او اي حاجه حلوه، هتطلعيها وتسخني الزيت على طول تحطيها. سهله وبسيطه ان شاء الله وهتعجبكم باذن الله. لو عايزه تفتحي اللون عن اللون ده برضو حاجه ترجع. اهو بصوا اقلبها بقى كده في الشربات. بصوا ما شاء الله مش طريه، دي مقرمشه وجميله تعجبكم باذن الله. اقلبها كده بقى في الشربات اهو، اشربها كلها كده كويس من الشربات. بعد كده بقى اطلعها، مش هفول عليها جوه لا، اطلع بقى في طبق. هطلعها بقى واوريها. بصوا شربتها وهي بالعسل، هطلعها بقى. عايزه تحطيها برده في مصفى تصفي يعني العسل الزياده، حاجه يعني ترجع يعني عادي بقى. هي مش هتبقى شاربه عسل كتير يعني عشان هي مقرمشه وحلوه ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها اهو. والطاسه التانيه على النار اهي يا جماعه. لسه بصوا لسه ما اتحمرتش اهي. انا معلقه طبعا على نار عاليه، اوعي توطي عليها الزيت عشان النار عشان ما تشربش منك زيت. على نار عاليه خالص وسيبها تتقلع على راحتها اهي. الشربات بتاعها بيبقى تقيل يعني اهو التقل ده كده، عشان لو خفيف ما ينفعش، مش هيمسك على القطايف. عايزه برضو تستبعدي الشربات وتحطي سكر بودره عادي برضو، يعني حسب عايزه تحطي عسل ابيض عادي، حسب التحليه اللي انت ايه عايزاها، حسب التحليه اللي انت ايه محتاجاها يعني ايه للحاجه اللي بتستخدميها.
يعني الاكل ده يعني ايه زي ما انت عايز، حسب انت بتحبي ايه يعني. بصوا هقلبها بقى كده. هكمل بقى انا قليه، وهقلي برضو اللي بالجبنه واوريها لكم بقى. اللي بالجبنه اخر حاجه خالص، عشان لو برضو يعني ما نعرفش بقى يعني ممكن الجبنه تنزل ميه بتاع، فاحتياطي فالحلو الاول يعني. جبنه القريش دي، لو ما فيش جبنه متوفر عندك جبنه قريش، اي جبنه، جبنه موتزاريلا، جبنه تركي، جبنه بيضه، اي حاجه لو بتحبي يعني الجبنه في القطايف. انا عشان عندي جزء ما بيحبش اللي بالحشو ده، وجزء بيحب اللي بالجبنه، فبعمل النوعين يعني. وحتى في رمضان بعمل برضو النوعين. ف فبس هسيبها بقى ايه تتقلى نفس النظام كده كله، وبعد كده هوريها لكم بقى عشان ما اطولش عليكم. اهو يا حبايبي بقى احنا خلصنا. بصوا نص كيلو دقيق عمل قطايف قد ايه، نص كيلو دقيق ومعلقتين نشا وبس كده، وبقى عملنا وليمه اهي. مش طبق صغير ولا حاجه، بس انا عاملاها عشان اوريكم الكميه. طبعا انت مش هتعملي كل الكميه دي اللي بالجوز الهند والزبيب، ودي اللي هي بالجبنه، ودي اللي انا قلت لكم حطيت معلقه كاكاو عليها وعملتها كده زي البانكيك كده، ورشيت عليها صوص فراوله. عايزه انت تحطي نوتيلا حطي، بس انا الصراحه ما كانش عندي بقى نوتيلا. زي ما انت عايزه تقدميها يعني، ممكن سكر بودره، ممكن عسل، شربات، زي ما انت عايزه. طبعا دي احنا عاملينها مسوياها على الناحيتين، مش متحمره ولا اي حاجه. هياكلوها كده يعني بالواحده كده. بس ودي اللي بالجبنه القريش، ودي اللي بص جميله ازاي، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. بس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ولو عجبكم بقى اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لنا كومنت حلو كده منكم، يعني حلو زيكم كده ان شاء الله. بس مع السلامه.